أعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبح منك في نعمة وعافية وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستقسمت بالعنوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعنوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعنوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاد الخير وأعوذ بك من فجاد الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط من كل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وغار الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمك أن أغتال من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق
الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرني الرحمن بضر لا دون أني شفعتم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين
وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا اللهم الله. يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا الله. كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا فلم الله. تزل ضبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ضبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. قادر مقتدر وقاهر لكل قو قادر من المعتد الظالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وكل بار والمسلمين. مارد وفجر معاند وكل ضاغ حاسد من البغاة المفسدين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. نستمسر به نقتدر بسيف مشي نكر أعداءنا المعاندين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والحمد دام والمسلمين. سرمدا ودائما مؤبدا وليس يسعدد لله رب العالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. سبحان من أزواج البر الأمان والوجل قضى لكل من لجل من سائر الخلق أجمعين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا نسألك والمسلمين. رفع الوباء والأذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. المتبع على السمع الأولى والآل أرباب العبا وصحبه المجاهدين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا الماضيين والمسلمين. وضامر كالشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل
نزلت بنا ثم الفقيه والمسلمين جدنا وبمني ذخرنا علوينا علينا والقدم سقف مكي يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا المختار والمسلمين النذيذ الأسرار حامي الحمى والجاري الغاذ حفظ الظالمين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا والمسلمين فخرنا شيخنا حدادنا وغاثنا وكنزنا وهو ملاذ اللايذين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا والمسلمين الإمام سالم العذب الحسام ببني غث الأنام العدني حبر أمين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا وابن زيد والمسلمين أحمد ونور كل مهتدي وجعفر ذي رشد سلطان كل العارفين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا زيد اليقين والمسلمين العطاس من حسين النبرس وبالخليفة باراس غاث كانوا أجمعين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا وبشجاع والمسلمين عمدتي غثي غياثي عدتي ومنكدي من شدتي البركة في القاصدين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا وبالوجه والمسلمين والجمال وبالصفي والكمال ومن لهم به الدسر من آل حضر أجمعين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا وشيخنا والمسلمين الحلاحل من حل في جلاجلي ومرياث الآمل البرك ذب الكامل يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا والعند روس والمسلمين ذاكري في كل حال شاكري ومستقيم صابري حاوي خصال المعتدي يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا وسيس بيت والمسلمين المستهر أرقم سيدنا عمر ثم صفي بهر الدر أرقل الدعاة الناصحين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا والسر حامل والمسلمين من عمر ومن حسنك الأبر ومن إذا يدى حضر من يناديه يعين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا وبالولي والمسلمين مجرحب النور لأهل الله بالنصيب جاه كل شن وهب لنا حسن اليقين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا من بر هذا والمسلمين الأرض حل شيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والض بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا بسر شيخ والمسلمين الجفر عجل لنا باليسر والفتح ثم النصر يا أمين رب العالمين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا وعزرة البر والمسلمين الكرام خص سيدنا الإمام عبد الله العلي المقمل المخرج أجمعين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا وكل من والمسلمين بقدرنا من كل بر مخسنا وسائرنا سافر لنا نسر حسن مع الحسين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا وفي العمود والمسلمين الإمام أولاد الغر الكرام من حوى ذاك المقام من كل قيد من مكين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا بحضرة والمسلمين القبل يسوع وعدها يوم الثالوث بأن فنن المغث من حنة قاصدي يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا والشيخ والمسلمين حسن لا وردها فيها وعتلا مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا الشافعي والمسلمين مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى بما سودا بين العالمين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا عين العناية والمسلمين الفتن سكك سد من نحيا الطريق والسنن فاتح وتاج الطالبين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا شيخ الشيوخ والمسلمين جامعي ذي حل قرب جامعي سلك بي يا سامعي يرضى بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزلت بنا في منازل إنك لطيف لم تزلت بنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا ربنا بالمصطفى اصلح أمرنا وبحق المرتضى اكشف كربنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا بأسرار البتول ألطف بنا وبحق الحسنين كلنا
الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبزين العابدين اغفر لنا وبحق الباكر أتمم نورنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبصدق الصادق اجمع شملنا وبحق الكاذب ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبأنوار العرياض اهدنا وبمعروف الجمال جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبحق البر عيسى فاشفنا وابنه أحمد سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبأوصاف عبيد نجنا وبعلوي فكمل سعدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبألطاف الجمال اسمع لنا وبعلوي علي وعلي ذكرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبمن شرف مرباطا كذا علوي وعلي أسلنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبآيات الفكي الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وببني علوي وعلي وشاب الدين بالكل يحمنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبعبد الله يا بعلوي وعلى سنوه الغوث اكفنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وجمال الدين وشيخ ابنه غوثنا سكا في كل عنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وابن سكرا والمهضر والإخوة الباكين عجل نصرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبحق العدروس والتب والفخر نعم الغوث فادفع شرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وشيخنا علي وابنه وشياب الدين تمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبسر الفخر والغوث الذي حل في عينات فهزم خصمنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبني الحامد والمحضر ثم الحسين أهلك عيدانا وبكنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وفكي الحبر وشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وجمال الدين جدي وابني علي دروس عبروا فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبشيخي وإمامي والدي قروة الدين ومصباح الدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا سادتي إني بكم جار لكم ما أخاف قد دايما أونا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا فاتم الناس فمن ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا أنتم مطلوبنا الأوطم الأوتد يا خير من حاز المثاني والثناء الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا فإلى من غيركم يا سادتي التجي إن حان خطب أو دنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا ليس لي ملجأ سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا هيا هيا عجلوا لي غارة يدرك العبد بها أقصى المنى الله 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 حسبنا
ربنا اجلنا مطلوبنا ربنا فاكشف بهم مكروهنا واحمنا من كل خطب أمنا الله 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 حسبنا ربنا اجلنا مطلوبنا ختمها بالمصطفى الهادي اكفنا كل شر وعدو يا ربنا الله 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 حسبنا ربنا اجلنا مطلوبنا وصلاة وسلاما دائما يتغشى بها كل هنا الله 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 حسبنا ربنا اجلنا مطلوبنا وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برق أو سنا الله 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 حسبنا ربنا اجلنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله آمين يا ربي آمين يا الله سلكت فرج كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على البغاة الكائدين آمين يا الله عجل برفع ما نزال آمين يا الله إنك لطيف لم تزال آمين يا الله من غيرك عز وجل آمين يا الله ولطيف بالعالمين آمين يا الله رب اكفنا شر العدا آمين يا الله وخذهم وبددا آمين يا الله واجعلهم لنا فدا آمين يا الله وعبرة للناظرين آمين يا الله يا رب شتت شملهم آمين يا الله يا رب فرق جمعهم آمين يا الله يا رب قلل عدهم آمين يا الله واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا الله ونارهم تصبح رماد آمين يا الله بكاف يا عين صاد آمين يا الله في الحال ولوا خائبين آمين يا الله من شر كل ماكرين آمين يا الله وخائن وغادرين آمين يا الله وعين وساحرين آمين يا الله وشر كل المؤذين آمين يا الله من معتد وغاصبين آمين يا الله ومفتر وكاذبين آمين يا الله وفاجر وعائبين آمين يا الله وحاسد وشامتين آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ذا البهاء وذا السناء آمين يا الله وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب السائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا آمين يا الله واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله فأنت بالستر قوي آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله وامن بتوبة لنا آمين يا أنت الله حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله والحسنين والبتول آمين يا الله والمرتضى أبي الفحول آمين يا الله وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله الغر الكرام آمين يا وصحبه الله والتابعين آمين يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء
وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطب بنا في قضاء يا أرحم الراحمين الطب بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين الطب بنا في قضاء وهب الخير كل وادنا بهدى يا أرحم الراحمين الطب بنا في ونستعينك قضاء ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين الطب بنا في يا صاحب قضاء الفضل والإحسان نرجو عطاك يا أرحم الراحمين الطب بنا في ننال كل قضاء المطالب كلها في رضاك يا أرحم الراحمين الطب بنا في إياك نعبد قضاء ونشهد مشهدنا نراك يا أرحم الراحمين الطب بنا في ونشهد قضاء أنك ترانا نور عين يا أرحم اصطفاك الراحمين الطب بنا في طب قضاء شواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين الطب بنا في ومن على قضاء سنة الهدي يراعي رعاك يا أرحم الراحمين الطب بنا في ومن قرأ قضاء للقرآن وعى بحق نبات يا أرحم الراحمين الطب بنا في منك قضاء إليك تحقق أن هذا حكى يا أرحم الراحمين الطب بنا في وصار قضاء قلبه وقلبهم دلا من صفاك يا أرحم الراحمين الطب بنا في بالفهم قضاء والعلم والتعظيم الحسنات يا أرحم الراحمين الطب بنا في هذا لمن قضاء كان حظ منك وافر هناك يا أرحم الراحمين الطب بنا في في سابق قضاء العلم جاء الله من قداك يا أرحم الراحمين الطب بنا في قضاء وأدركته العناية حيث جئت وجاك يا أرحم الراحمين الطب بنا في يسأل قضاء بمجيبك صار سمع دعاء يا أرحم الراحمين الطب بنا في قضاء إليك وحي محط ساحفنا يا أرحم الراحمين الطب بنا في على قضاء الهنا والمنى والبأس شئت وشاء يا أرحم الراحمين الطب بنا في يا قضاء رب هب لي في رجاء من رجاء يا أرحم الراحمين الطب بنا في قبل قضاء دعائي وقربني مع من دعا يا أرحم الراحمين الطب بنا في وأنت قضاء حسبي وعوني فاشفني بشفاء يا أرحم الراحمين الطب بنا في قضاء وقلبي والبسني لباس القيام يا أرحم الراحمين الطب بنا في وقد قضاء روحي بذكر واحمني بحماك يا أرحم الراحمين الطب بنا في وحبب لي قضاء وحبل لي محابة لك يا أرحم الراحمين الطب بنا في أستغفر قضاء الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين الطب بنا في قضاء يقيني وثبني ثبات أولياء يا أرحم الراحمين الطب بنا في الحمد قضاء لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحمين الطب بنا في صلاة قضاء ربي وسلم ما نزل مسلما يا أرحم الراحمين الطب بنا في على النبي قضاء المصطفى المحمود خان من بيا يا أرحم الراحمين الطب بنا في عند الحياة قضاء الذي يحيا به من حياة يا أرحم الراحمين الطب بنا في والصبر قضاء والحين باسم اسميا يا أرحم الراحمين الطب بنا في يا قضاء الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف صالحين كن موالينا وكاف يا من الخائفين نجنا مما يا جليس نخاف الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا من الخائفين نجنا مما يا مجيب نخاف السائلين ربنا واغفر وعاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف نخاف معين شفها عسى شفا يا من الخائفين نجنا مما فرحا نخاف مبين جاء بالنصر مواب يا من الخائفين نجنا مما نخاف راضين كفهم عنا كفا يا من الخائفين نجنا مما وقد نخاف الظالمين حدهم حتى التلا يا من الخائفين نجنا مما نخاف مبين منهم فيهم مضاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف مدبر الذهب بالانصراف يا من الخائفين نجنا مما نخاف هالك في شفاجر في الهيا يا من الخائفين نجنا مما وقد نخاف باغين فيهم يا خيرك يا من الخائفين نجنا مما الله نخاف المعين هو لا خلاف يا من الخائفين
نجنا مما نخاف المتوكلين كل شر من مخاف يا من الخائفين نجنا مما رب نخاف العالمين وإليه الانعطاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف الحسين من سواه ما نخاف يا من الخائفين نجنا مما وصلاة نخاف كل حين وسلام الله يا من الخائفين نجنا مما الهادي نخاف الأمين وآل أصحاب العفاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف المسلمين المساكين الدعاء يا من الخائفين نجنا مما نخاف همته به مرحم ورا يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا يا ولوالدينا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا وآخرة الله بتوبة وقبل إحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبل وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفان رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يا ويرحم رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد الغفران لهذا الإنسان عبد سوء خزيا من ذنوبه وأحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبيين الجا من أبينا آدم وبنوح لك دام خليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو وبجاه الغفران الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سودا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم واحكام والولي بن بسام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم تربه بشار يا إله العالم والفقيه المشهاد يا إله العالم ويهوي الأبرار يا إله العالم بهم حالي سار يا إله العالم بعينة اليوم يا إله العالم هم في القوم يا إله العالم وبدأ مني لو يا إله العالم يطلبوا للغفران يا إله العالم بالحسن بن صالح يا إله العالم وله نور طافع يا إله العالم كل فاضل يا إله العالم يا صمد يا منان يا إله العالم مثل شيخ المشهد يا إله العالم ناصر أحمد يا إله العالم وأبي ثم الجد يا إله العالم للمعاني لهم شان يا إله العالم جد لنا بالمطلوب يا إله العالم والفرج مثل أيوب يا إله العالم وبفرح يعقوب يا إله العالم إذا زالت الأحزان يا إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم وعما تعلم يا إله العالم فيا جود قد عام يا إله العالم خلقك والجاه يا إله العالم ودروس القرآن يا إله العالم واجتماع الإخوان يا إله العالم بدعاء الرحمن يا إله العالم وهم والإعلام يا إله العالم حبيب المحضر يا إله العالم قائما بالأسحاب يا إله العالم قائلا يا غفار يا إله العالم جد لنا بالغفران يا إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا الكل اجمع يا إله العالم ولمن لك يضرع يا إله العالم غالبا الإحسان يا إله العالم وصلاة تترى يا إله العالم خص بالإسراء يا إله العالم ونويه طرا يا إله في العالم جميع الأسماء يا إله العالم يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا رب الأرباب عبدك فكيرك على الباب وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مات يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا موجد الخلق درا وموسع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائح والأخضار يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسب اتلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واسلك قصودي والأعمال يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى
أقصى مرادي رضاك الدائم الحال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا ملك الملك يا واد. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. أشكو إليك وأبكي من شؤم الظلم وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الجيل والغار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها آفد واشغال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قد كنا. استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي يا خير كافي اهلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك توصل وجمال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله يخشى لي مع ذبك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمتك حطا لا إله إلا الله وقرتك بعذري لا إله إلا الله وبانكسار وفكري لا إله إلا الله فاسم بيسرك عسري لا إله إلا الله بمهد جودك والإفضال لا إله إلا الله ومن عليه بتوبة لا إله إلا الله تغسل من كل حوبة لا إله إلا الله واعصمه من شر أوبة لا إله إلا الله لكل ما أنه قد حال لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله برجا وبرشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله فلكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان لا الأجال إله إلا الله وصلي في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد الهدي الدال لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله نحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت
أنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين نسأل وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سالت بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيثا عم نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين وهب لنا
كل سل ربي استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي جازل وكل فعل جميل وفيك آملنا الطويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربي المسلمين ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب راهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المذين واكشف لكل الكروب واكفي أذى المذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الآن والآل نعم الكرام وصحبي وتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشى الحضر عسى لنا نظره بجال الله يمحو الذنوب الله مشى الحضر عسى لنا نظره بجال الله يمحو الذنوب الله بحمد الله ونستمد بالله بجهل الله نفوز بحول الله مشى الحضر عسى لنا نظره بجال الله يمحو الذنوب بفضله الله شامل يصلح لنا العاجل في الحل والآجل والكل فضل الله مشى الحضر عسى لنا نظره بجال الله يمحو الذنوب الله وبعد جاء النظم من الشرف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله وشيخ العذر عسى لنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب بالظالم الله المخضر المخبد الصبر مطهر الأسرار سليل الله لله وشيخ العذر عسى لنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب قال للقدوة الله سادة الصفا ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله وشيخ العذر عسى لنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب مثل لما في الله الفخر عن الرفيع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله وشيخ العذر عسى لنا نظرة بجهل الله يمحو أبو بكر الذنوب بن سالم الله محلف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله وشيخ العذر عسى لنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب ويحيي الغارق الله إن كان به واثق يلحقه بسابق هذا بفضل الله وشيخ العذر عسى لنا نظرة بجهل الله يمحو الذنوب لما قرأه العبد الله فحشد من نجد وقل عن سعد
أحد يأتي بجود الله والعبد الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله وسبحك اليوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله يا سندي غارة في الحلب الدارة ما في الكبد مارة الله 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 قوموا معي قوموا وقد الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله كفى ما بدوا لي أصوابي في الحل يا أحبابي فإنكم بالله خذوا لنا نصرا بالسيف والقدرك وكل ما نكره حوشوا شيء لله حيا بكم حيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله يكون جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قل في الوقت جار الله والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابناه والباقر والكل حسب الله حسبي بهم حسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله صلي سلم دق على النبي المحبوب ويحصل المطلوب أجمع بفضل الله الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا أهل العقول السالمة وعلى القلوب العالمة يا الله بحسن الخاتمة بهم معازمة وبصدق نية جازمة يا الله بحسن الخاتمة فيا إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا إبان يوم الطامة يا الله بحسن الخاتمة فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب يا الله بحسن الخاتمة من كان دان أو نصيب فهو مصيبة حامة يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا مت أتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بحسن الخاتمة شيعوك والحدود وصرت جيف خاما يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشعت ملجبين يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمكر وإنما هي للممات يا الله بحسن الخاتمة فكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله زلال يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بحسن الخاتمة حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يا الله بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين
أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاته ويرزقنا محبة وتخلق بأخلاقهم ويشرنا في زمرة في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خالع قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علي بالفقيه وإخوانه وسيدنا علي عم الفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلي بالفقيه وعلي وعبد الله بن علي بالفقيه وسيدنا محمد مولد الدميلة وش عبد الرحمن سقا أولاده وش أبو بكر السكران وش عمر المخضر وإخوانهما وش عبد الحميد دروس أولاد أبو بكر عدن وإخوانه وش علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمل الليل محمد مولى عديد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميله وسيدنا محمد بن عبد الله وش أبو بكر بن سالم وكعقيل بن سالم وسيدنا عمر العطاس وشي علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب بن زل الهبشي والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب حامد بن عمر والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخيه طاهر والحبيب أحمد بن محمد المخضار والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الهبشي والحبيب عبد الله بن شيع العدروس والحبيب أحمد بن عدروس العدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الرحمن بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب مشهور والحبيب مشهور بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أبو بكر الشاطري والحبيب حسن الشاطري والحبيب سالم الشاطري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر بن السقا والحبيب علي بن السقا والحبيب محمد والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب صالح بن حميد تنقو والحبيب حسين بن براني وأصولهم وفرهم والحبيب محمد الهدار بن يواني ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ثم إلى الحبيب حسن بن هاشم الحبشي والحبيب حسن بن محمد بن السقا وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي ثم إلى وجمع سادتنا لأبي علوي وشيخ سعد العلمودي وشيخ سعد بن فضل وشيخ علي بن محمد الخطيب ثم وشيخ سعد بن علي مدح ثم إلى روحي شيخنا كهجي جاسم بن سلم وزوجتي كهجي هاشم رافع وزوجته وصلما وفرما ثم إلى روحك يا منير علي ثم إلى روحك يا أحمد جفري ثم وصول مفرم ثم إلى روحك يا عبد الحميد بسران ووصول مفرم ثم إلى روحك يا أحمد نووي عبد الجليل سيدوكري ومشير سيدوكري ووصولهم مفرهم ثم إلى وصل بهذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد مهاجر وزوجتي ووصولهم مفرهم ثم إلى روح الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روحي الشيخ عبد الله بن أحمد بن سودان ومشي الحضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشيخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يغفر لهم يرحمهم يسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأسب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير وصل بخير ومن كان سبا هذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم يكون في عونهم ويتقبل منهم يغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة تامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والرعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصل سادة العلوية يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويكفي نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سولة ومأمولة
على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة تزيده هدى أو ترده عن الرداء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال الإمام النووي رحمه الله معنى الحديث لا غبضة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معنهما والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. وقال في موضع آخر الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman di dalam ilmu agama, kefahaman di dalam ilmu Al-Quran, kefahaman di dalam memahami tentang apa yang berkaitan dengan agama. Ini kojak hikmah. Deki pendapat para ulama, napa nih kojak al-hikmah, banyak pendapat daripada para ulama. Barang siapa yang diberikan hikmah, Allah memberikan hikmah, ilmu pengetahuan di dalam agama, man yasha, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang dianugerahkan ilmu maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Orang seebri beberapa pemberian yang sangat istimewa bene polana dunyana banyak lah. Pemberian yang berharga bukan berupa kendaraan ataupun jabatan, lah sama sekali. Pemberian yang banyak adalah al-hikmah, ilmu agama. Tada saya melebihi kebanyakan pemberian dari Allah melebihi ilmu agama. Walhamdulillah ala ni'mah. Kulaban sambian ki bisa menghadiri majlis ilmu, ki bisa menghadiri majlis-majlis ulama, ki bisa nambah daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang neka mun senang menghadiri ilmu berarti senang menghadiri kebagusan. Lah orang neka mula senang menghadiri kebagusan berarti orang neka dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala tak bakal mekenceng orang neka nyari ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang neka jadi orang yang ngerti dalam urusan agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang seekar pagi jadi orang bagus di Gusti Allah mesti pengerti dalam urusan agama. Tahu saya congok pakai nah. Tahu saya congok cara pembicaraan nah. Semakin cinta ke ilmu, semakin senang nyari ilmu, semakin kurang nyari ilmu, semakin merasa banyak ilmu seteka oning.
Maka disitulah tempat hikmah yang sangat besar, ingkibaneka khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak ketika kalau menjenengan ibri ilmu pengetahuan dalam urusan agama. Walhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Oleh karena itu cek cuma kebaikan neka dianggap berupa materi, ya. Kebaikan neka hanya dianggap duniawi, seakan-akan mun kek sake tak nemu kebaikan, mun haja melarat terus tak nemu kebaikan. Mungkin orang soki sibuk bi soki sehingga tak beri kenikmatan, tak beri kebagusan saatnya nyari ilmu ni kasih koja hikmah. Mungkin orang saya beri jabatan karena pun sibuk ngurusi rakyat, ngurusi kasa, sehingga tandi bakti untuk nambahin ilmu, sehingga semakin lepas, semakin jauh. Lah terus apa nikmat tah? Beri jabatan, beri dunia dan lain sebagainya, tapi semakin jauh, semakin putu. Ada orang depak ke Gusti Allah kecuali gelaban ilmu. Hati-hati. Syarat mutlak untuk mencapai keridhaan Allah harus gelaban ilmu. Bodoh sekali ketika seseorang beranggapan sepenting mesemak ke Gusti Allah tanpa ilmu. Tak bisa. Ibadah tanpa ilmu, pebenyain ibadahnya, benyain tak mana? Benyain tak mana? Atau tanpa ilmu banyak netolaan, apapun bentuk munajat kita, apapun bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa situng ini hikmah, tanpa ilmu saya bisa memadai, saya bisa nonton kudu sampean, tak bisa depa, Pak. Tak mungkin. Ada ring putu bisa takut ke pangeran, tak ada cerita. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang sandi ilmu ni pasti takut. Tanpa ilmu tak mungkin orang takut dekat Allah Subhanahu. Hadir majelis ngak nikah nambahin rasa takut ke Gusti Allah, nambahin semakin kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahda muslimun li akhi hadiyatan afdala min kalimati hikmah taziduhu hudan au tarudduhu 'anir rada. Tidak ada hadiah pemberian yang berharga bagi seorang yang muslim yang diberikan li akhihi kepada saudaranya hadiyatan afdal min kalimati hikmah. Tidak ada yang melebihi keutamaan hadiah yang diberikan kepada saudara kita sesama muslim melebihi al-hikmah. Sampean beri PC seneng, beri sarung seneng, beri kelampi seneng, beri PC seneng. Tapi jarang orang yang seneng beri ilmu ni jarang. Karena tak berharga. Seberharga PC menurut kulit sambian. Menurut kulit tawan yang sambian. Kulit beri sambian PC seneng keng tak harap-harap. Soalnya tak tahu beri. Lah orang mulai beri dapun Kanjeng Nabi ini ada pemberian selebih afdal melebihi pemberian arba'il ilmu. Tapi merasa bahagiakah kita dengan ilmu? Dan kadang tobuk ya. Mari keterangan dia, ut lah. Ada boleh paling lah tato boleh karo tahun aja ngapa lagi paling dia. Orang mon seneng masih sehari beli sebuka ada busan apa. Mon seneng kael ilmu, maka tak ada pemberian selebih berharga. Tidak ada pemberian yang lebih besar, yang lebih afdal, yang lebih utama melebihi pemberian kalimat hikmah. Ocaan-ocaan hikmah yang mengandung ilmu agama. Maksud tak tuziduhu hudan au tarudduhu anir rada an rada. Ilmu kelak sebisa nambahin petunjuk, menambahin jalan petunjuk, jalan yang benar kelaban ilmu, tarudduhu an rada, dan bisa menolak daripada ar-rada, keasoran, kerendahan. Orang maksiat ni kerendah, tak kira walaupun ilmu nyontul langit tapi maksiat, kau cari tandi ilmu. Walaupun sekalipun andi ilmu tapi bengal maksiat, kau cari butuh. Ati' rabbak fatusamma jahilan wala ta'sihi fatusamma jahilah. Nabi SAW ada bu ati' rabbak, pataat dekat Gusti Allah, fatusamma agila, maka kul panjenengan kau cari orang yang berakal. Wala ta'sihi, dan jangan bermaksiat kepadanya, fatusamma jahilah. Sekalipun berilmu tapi bengal maksiat, kau cari yang butuh, jahil. Jadi ilmu benekan kui gayaan para hadirin. Ilmu benekan kui gagagaan, benekan kui berdebatan bene. Al ilmu innamal ilmu al khasyah.
ilmu neka kan kui takut dekat Allah Subhanahu wa taala, sebisa nolak daripada kerendahan. Yang kita neka maksiat neka sia maraki orang kelak teti orang sehina dunya ngantos ke alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada iri kecuali di dalam dua hal, dua perkara. Hasud tak boleh lain. Al hasud la yasud. Orang yang hasud tak mungkin berhasil. Kecuali iri hati dua ni kasih oleh. Tangan ni kan. Oleh orang hasud, oleh orang napanya mana iri hati cuma dua hal, dua perkara. Lain ni kan haram. Larang di agama. Tetapi pacet beda larangan si agama menurut agama neka membahayakan. Contoh, membuka aib orang lain aneka hukum haram. Mon bisa suruh tutupi aib orang lain. Ahli khamar, ahli nikah, tak boleh membuka aib orang. Karena Allah Ta'ala tak pernah muka satarul uyub, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba seorang orang yang berharap kuaku aib bakal itu tutup ning akhirat, maka ning tunya biasa aki nutup aib orang lain. Maksudnya cek biasa kak mukan aib orang lain. Kecuali beraib saya boleh buka aib situ. Bab apa aja? Bab otang. Beda orang kerja sama, aduh aja gemet dekiban. Beda orang awak tengah, beda orang tanya, ada orang riaan, otang, aduh wis banyak korban. Kecuali aib nikah, saya boleh buka. Mun aib lain tak boleh. Sebenarnya juga hasud, beda hasud, saya boleh aki cuma dua hal. Pertama yang kita nikah, hasud saya oleh iri hati saya oleh yang kita nikah. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Orang saya beri dunia lebih bi Gusti Allah, kemudian orang kelak dipergunakan untuk perkara sehak. Tuh, orang je beri soki cek lambean cek lo mana. Masya Allah salah soki ki lambe senang. Soki mencerai kenapa? Cek tetang kena ko cek tak pernah. Cek mun kakan bilang tolang kakan bi tai naruh. Cek ko cek selampu bi nena koros. Tak senang orang medit. Sifat di ilmu sekalipun di ilmu kening sifat situng bae medit elang ilmu Pak. Elang ilmu na. Maaf, ahli ibadah surban, jubah imamah, king medit elang surban je lah. Tak gawe orang ngede aket buket. Cirikit je. Elang kena penyakit situng ni kan. Mereka na de orang se andi tunya terus pergunaaki untuk sesuatu saya bagus, jauh daripada perbuatan saya menghancurkan. Soki, mabuk, judi. Kenapa soki mun karo ngak nikah? Cak meta soki mun ngak nikah Pak. Beri soki torot bi Gusti Allah benih semakin loman, benih semakin taat, benih semakin genat, tetapi semakin jauh. Wa umli lahum inna kaidi matin. Lantor bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, lancar kapi, sukses kapi. Tetapi kisah ini semakin jauh, bojong letak bojong, pas letak pas. Naudzubillah. Kecuali iri hati da orang saya beri ilmu, saya beri ilmu tineng Gusti Allah, saya beri apa? Beri dunya bi Gusti Allah, beri pese bi Gusti Allah, beri dunya bi Gusti Allah. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian dia mempergunakannya sesuatu yang hak dan menjaga diri daripada perbuatan sebekal menghancurkan baik hartanya atau dirinya. Nah, nomor 2, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Orang yang beri ilmu elakonen tak cukup abentok ngajak orang supaya orang kelak selamat, ngajak orang kelak supaya orang ngerti, karena kebodohannya adalah musuh terberat bagi orang yang sandi ilmu. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlil ilmi ahya'u. Orang sandi ilmu nikah wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Adapun orang sandi ilmu nikah memandang orang tak andi ilmu, yakni orang bodoh, musuh terberat. Cek sampai anak orang Islam tadi orang bodoh harus berada dengan hati kulit sampean. Cek sampai umat Kanjeng Nabi dia tadi umat saya laknat bi Kanjeng Nabi. Cek sampai umat Kanjeng Nabi dia tadi umat saya bodoh,
Cek sampai tadi umat Kanjeng Nabi dia tadi umat sek bentuh. Berusaha kulit sampai sandi ilmu. Cek sampai nengeneng mun bereng putu. Pataber apa ilmu meta pataber? Todus. Rokok pataber. Ilmu teh pataber. Rokok pataber. Ngaji bandang kok. Njok sapa orang kok lengaji. Oh ya wis. Apa? Mak todus. Beda orang pengajian rutin nih kanto. Ampun beda. Mun sobung kulit sak pengajina. Oh kamu pun tahu sapaan-apaan wis. Syukur gelem ngaji. Pataber ilmu nikah. Beri menu. Ilmu beri menu. Area fikih, area tasawuf, area hadis, area ilmu. Nah, pataberaki. Sampean ngakan pataber. Ngopi pataber, ngajak, ngopi yuk. Bal-balan ngajak. Bal-balan apa ngaji mata ngajak. Tak gelem tina tak gelem sepenting ngajak. Cek sampai nengeneng mun berdoa Kanjeng Nabi dalam keadaan maksiat sampai nengeneng. Tanggung jawab ku ya dengan Kanjeng Nabi. Cek sampai kudu sampai neka ridho rela umat Kanjeng Nabi naik laknat. Cek sampai sekecil apapun usaha kul menjenengan berusaha ngangkis umat Kanjeng Nabi ini daripada sifat kebuduan. Ya dingaki teh dingaki tak ngurus. Etremat etolak apa jangan. Ku temen nang akhirat. Bedereng seneng bedereng baci biasa. Bedereng cocok pro dan kontra lumrah. Sepenting ning ati ku sampean de remes sekira umat Kanjeng Nabi itu orang yang selamat. Malah ku kul menjenengan orang sekete ku umat Kanjeng Nabi ku sebekal balas. De umat terus de remes mundek keluarga. Do umat Kanjeng karena Kanjeng Nabi paling cinta do umat sampai dengan akhir umur Kanjeng Nabi pun saya kaingat cuma ummati sampai dengan akhirat Allah Taala menawarkan ke Kanjeng Nabi siapa saya yang kesebibaan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi beri wewenang di Gusti Allah untuk menyelamatkan beri syafaat deka ummati. Nah orang sekete do umat Kanjeng Nabi penter, pengerti, ahli, taat, jauh dari maksiat, cek sampai rela mun bedo umat Kanjeng Nabi rela laknat bi Gusti Allah, bentu bi Gusti Allah. Orang sing ngane Kanjeng Nabi ku sembalis. Ya, rekan-rekan itu ilmu sesekone nika. Ayo belain mun bereng sitak genah nika cek nengeneng. Aduh bulu bene kiai, bilis kiai ben macet beneanan kiai. Dalam tidak tak kening ketero aja. Masih atarakat ta. Mun tak dadi mededi je pangeran, cak ada calonan kiai. Mun bercalon nanti tak pajung kok dadi kabeh aja. Ya, dadi tore kulit panjenengan, cak dentek dadi ustaz, cak dentek mulang ning madrasah. Engki semampu kulit panjenengan, mampu dalam bidang napa. Nah, wa qala an-Nawawi. Tak apa semua ben sekone iki. Aja mulai cili ngecem tok. Sekone aki wa qala an-Nawawi berkata Imam Nawawi makna al-hadis la ghibtata mahbubah illa fi hatain al-khaslatain wa ma fi ma'nahuma. Maksudnya ada orang sebisa andi penyakit nekonek kecuali ning dua dia. Nekonek sek kecintaan ki dua dia. Ghibtah mahbubah. Apa jeria? Yang kini ka mun beda orang ebri tunya terus tunya nekebe bantu butuh apa majelis dia? Cak dan teh pentai, onjo tak butuh ngarame tak minta, ya reng todu saya minta, diki mon minta diki kocok, kayak nampak juga punya pes ini deh, abang beri kemampuan tapi abang tak mampu tuh, beda orang haji, kau tak mampu haji, tina kau atua kina, beda sedekah kau tak lah, orang ngak nek oleh, nekonek se, cinta mon lain kan nekonek kita tak oleh pak, nekonek kau orang, cuba kau orang, tak oleh kecuali orang saya beri dunya, bi Gusti Allah terus. Yang kuin apa? Kepentingan untuk dakwah, kepentingan untuk perkara sehat, membantu bareng si bener ning jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmatu. Sedangkan saya kocak hikmah kullu ma mana'a minal jahl. Sesuatu yang mencegah daripada kebodohan. Wa zajara 'anil ghabi dan menjauhkan daripada kejelekan. Ini kocak hikmah. Sesuatu yang bisa mencegah daripada kebodohan dan bisa menjauhkan daripada keburukan. Apa mun bener ilmu? Ya ilmu. Kulit sampean oning bareng bagus bareng coba dari dimah. Ilmu. Arya taat, arya maksiat. Ilmu. Tak bisa orang ini tanpa ilmu ibadah tak mungkin. Tak mungkin orang ini bisa tobat tanpa
ilmu, mereka semangat nyari ilmu, cek senpusen nyari ilmu. Nyari ilmu saya rabai pun, cek lemele. Mau benetang kiai aja, benetang gus, benetang guru, cek lemele. Angger ilmu neka, somber pada ilmu ngajak takwa ke Allah kala eman. Karena ini adalah hikmatan kathira. Ini adalah hikmah sangat raja, khairan kathira. Termasuk kebagusan sebanyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala beri kebagusan. Bayangkan mau ada ulama dari kamu sampai ilmu ni. Selagi pada ulama berarti banyak kebagusan. Nah, Dabun Imam Nawawi sekoja hikmah yang kipeneka sesuatu hal perkara yang bisa mencegah daripada kebodohan dan menjauhkan daripada keburukan. Al-hikmatu ibaratun anil ilmi al-muttasifi bil ahkam. Sebagian pula waqala fi maudhi'in akhar. Sebagian ulama berpendapat sekoja al-hikmah suatu ungkapan ibarah anil ilmi daripada ilmu yang bersifat bil ahkam yang hanya menunjukkan hukum. Berarti hikmah. Hukumah haram, hukumah makruh, hukumah mubah, hukumah wajib. Ini koja hikmah se menimbulkan hukum-hukum. Ini koja hikmah. Ala kulli hal ada bagian ulama al-hakim. Ser orang si hakim, orang sandi hikmah ni ke koja napa? Hakim. Man huwal hakim? Al-hakim kipeneka man lahu dhalik. Orang sandi sifat ki buru nikah. Apa jadi ya? Jadi orang sebisa jauh daripada kecubaan, menyelamataki daripada keburukan. Ini kayak kocak orang sebijaksana al-hakim. Orang sandi ilmu merkena Imam Luqman Hakim ini kebeni Nabi. Imam Luqman Hakim ini kebeni Nabi. Cuma berdesitung sahabat kalau lopaknya mana? Nekat satu-satunya sahabat singaranin Imam Luqman Hakim ini ke Nabi. Adapun lainnya sepakat Imam Luqman Hakim ini ke bani Nabi. Cuma ahli hikmah sampai nyaman ke surat dengan Al-Quran surat Luqman. Banyak ceritana Imam Luqman Hakim kata-kata hikmah beliau yang dalam Al-Quran dikutip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking bijaksana sampai dijulukan Al-Hakim. Nah, karena itu nika ilmu cek buang cek sia-siaki bodoh ngaci lau bodoh ngaci edeje bodoh ngaci temur cek tadi orang si fanatik buta. Wah tak pada aliran dari lima kecuali mulai jelas tak pada tak bojong tak apa saja kalah ilmu setan dia bodoh sengeneng kita Jumatan dia wah siap torok setan dia bodoh pas saja pokok ada wis cek ngalah ilmu sang-sangaki ilmu kada jeri lebuang bode kreksek bojau nyari ilmu saya kening torok bila si bisa matakok ka Gusti Allah naam termoga dadi ilmu manfaat amin Allahumma amin dadi nika buka hadrah pola bode saya hajat hadirah kebala insyaallah selasa bekal datang terus hadrah insyaallah bi qudratillah termoga dadi ilmu manfaat amalan mantermu dadi amalan saya terima mantermu kering sepo sesobung umur mantermu kepada sepo ratu sana sesake parang siha wal afiyah seki pada umur tambah umur sebarokah siha wal afiyah parang rezeki sehalal sebarokah parang ilmu ilmu semanfaat barakah fid din wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin rabbana taqabbal minna innaka ya rabbana tarafna bi annana qatarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبي
والحمد لله إلهي في البدء والتناهي رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول